طعم وريحة مختلفة خالص، بجد هتبهركوا. هتنفعكوا قوي في رمضان كمان. اكلة سريعة ومتاخدش معاكي وقت خالص، وبتعملي اكلة حلوة. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الحبيب الاول عليه افضل الصلاة والسلام. جبت طاسة او صينية كبيرة، هحط فيها معلقتين 3 سمنة بلدي. ما عندكيش سمنة بلدي حطي زبدة. خلاص عشان بتديها طعم حلو بجد. قرنين فلفل مرضتش اقطعه عشان الولاد، فقلت اخليه صاحي كده واكله انا بعدين على جنب، يعني كده ايه وحدي اطلعهم سلام عشان ما تشطشطش الاكل قوي. فراخ غسلها كويس ومقطعاها. مرضتش اخليها سليمة عشان اعرف اتحكم فيها واقلبها براحتي. خلاص لان الطاسة الاكلة كلها في الطاسة، يعني مش هحطها في الفرن. براحتك برضو، عاوزة تحطيها في الفرن حطيها، بس هي حلاوتها ان هي طرية ومش ناشفة. هتشوفوها دلوقتي تاخد صدمة وتاخد لون من تحت. نقلبها على الوش التاني، بس لازم تاخد لون، مينفعش تقلبيها دلوقتي خالص. هنرش رشة فلفل اسود ورشة ملح اهو. توابلها قليلة جدا مش كتير. تمام، والنار ما نوطيهاش، نخلي النار بتاعتنا عالية. اهو الملح بتاعنا. هشوفها كده محتاجة تتقلب ولا لا دلوقتي. لا، حسيت ان هي لسه شوية. لازم نجدد في مطبخنا بحاجات سهلة، مش معقدة وصعبة، لا حاجات سهلة متاخدش معانا وقت. خلاص كده هي تقريبا خلاص. هبتدي اقلبهم على الوش التاني زي ما احنا بنقلب على الوش التاني في لحظة عادي جدا. خلاص كده اهو. اهو لونها كده كويس جدا. خلاص اقلب برضو الفلفلايه، اخليها على الوش بتاع، يعني اتحمرت هقلبها. طعم الفلفل بيدي ريحه حلوه قوي للفراخ اهو. خلاص كده انزل برضو برشه فلفل اسود على الوش ده برضو، ورشه ملح ورشه كاري اهو. رشه كاري، حاول نكتر في الكاري في الاكل لانه مفيد جدا. خلاص كده خد لون من تحت، الفراخ برضو خدت لون من تحت حلو. هبتدي انزل مقطعه حوالي 4-5 بصلات. كتري في البصل. تمام، كتري في البصل قوي اهو. حاولي توزعيه بقى كده وتخليه مفروض في الطاسه على الفراخ من فوق. تمام. مقطعه برضو حوالي يعني 5-6-7 طماطمات كبار، مقطعهم برضو صغير زي البصل اهو. نوزعهم برضو على الطاسه. تمام كده. في الخطوة دي بقى نهدي النار، بس ما نوطيهاش قوي، نخليها هادية شوية. خلاص، ونغطي نسيبها بقى لغاية ما تتشرب. ارش بس رشة فلفل اسود والملح بتاعنا برضو عشان الخضار يتبل معانا اهو. دي معلقة 7 بهارات، يبقى احنا حطينا معلقة فلفل اسود ومعلقة 7 بهارات والملح بتاعنا والكاري. في دي التوابل بتاعتنا. مش هنحط مرقة عشان الناس اللي بتزعل من المرقة. كل واحد حر، انتي مش عاوزة تحطي في بيتك ما تحطيش، بس انا مش شايفة ان المرقة حاجة مضرة. بعد ما سيبناها اهي شوية تدبل بقى الطماطم والبصل، نبتدي كل شوية نبص عليها ونقلبها. لازم الخطوة دي. بخصوص المرقة، انا حاسة ان المرقة عبارة عن توابل ما فيهاش حاجة مضرة. بس برضو كل واحد حر، مش عاوزة تحطيها بلاش. انا بحب المرقة، بحس ان هي بتطعم الاكل، وزي ما انا بقول هي مواد، هي كلها توابل، يعني مش شايفة ان فيها حاجة ضرر. خلاص كده قلبتها كده وطلعت الخضار من تحت كده عشان ما تتحرقش اهو. كل شوية بس ايه نحاول نقلب نوسع من تحت عشان الطاسة ما تتحرقش او الصينية. تمام.
ولازم نسيبها شويه كتير طبعا الفراخ تستوي، وفي نفس الوقت الخضار نفسه يدبل خالص عشان البصل ما يبقاش ناشف. اهي شايفه عامله ازاي، بجد حلوه جدا جدا يعني لأبعد الحدود، طعمها حلو ومختلفه خالص. خلاص اهو نحاول نوسع، محطتش ميه خالص، هي بس البصل والطماطم، محطتش اي انواع يعني ولا نقطه ميه. شايفين الخضار منزل قد ايه ميه. حسيت ان هي محتاجه ملح، حطيت شويه ملح تاني. الاكلات السريعه بتبقى حلوه قوي بصراحه، ما بتتعبش وفي نفس الوقت بتاخدش وقت وتزهقنا. خلاص كده اهو، انا بس لسه مستويتش، هغطيها تاني اهو. هسيبها بس شويه كمان اطمن ان هي استوت الفراخ كويس وتتشرب شويه، يعني مش عاوزه الصوص ده كله، هخفه شويه يعني خليه يتشرب كمان واضمن ان الفراخ استوت. هنزل بالخطوه المهمه بقى اللي بتدي طعم حلو قوي، كزبره وشبت. كزبره وادعيلي، مش حابه الكزبره حطي بقدونس مع الشبت. خلاص قبل ما تقفلي يعني ما تخلوش كتير على النار. بجد حلوه جدا، طعم حلو. انا استكفيت بالطماطم والبصل، ادوها صوص حلو قوي، عملوا لي صوص حلو طعم حلو. وعندي شويه رز اهو، عايزه تاكليها برز، عايزه تاكليها بالعيش، انا حبيتها قوي بالعيش بصراحه. زي ما انت شايفه عامله ازاي، لون الفراخ حلو قوي، الصوص حلو قوي قوي قوي. لازم طبعا قرن الفلفل مش راضي يطلع اهو. خلاص كده عايزه تغمزيها بعيش زي ما انا بحبها بالعيش. بجد اكله، بجد يا جماعه لازم تجربوها وتقولي لي رايكم. انا طبعا طفيت النار، هوريكي بالعيش بقى طعمها فظيعه بالعيش، بجد حلوه قوي بالعيش. هي اتشربت الصوص حلو قوي كده، الصوص شايفين الفراخ بص واخده من طعم الصوص وعامله طعم حلو قوي. الفراخ مخلي الصوص مخلي الفراخ طعمه فظيع اهو. اتمنى تجربوها وتقولوا رايكم، هي حلوه قوي. استنى رايكم في الكومنتات، وبألف هنا ومع السلامه.